عصيت ربنا وفقت. عمر كمال بفيديو صادم يكشف المستور واللي حصل مع ندى الكامل. كشف مطرب المهرجانات عمر كمال لأول مرة تفاصيل ارتباطه بندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي وسبب انفصاله عنها، وقال من خلال تصريحات تلفزيونية: أنا ما بحبش أتعرف بموضوع عاطفي أو شخصي، وزعلت جدا لما علاقتي اتعرفت لأن مردودها عند الناس لم يكن جيد، ومش عارف الناس شافت الموضوع ازاي. أنا في فترة ارتباطي دي ما كنتش متزن نفسيا، ما كنتش بعرف أنام إلا بأدوية ومهدئات، سلوكياتي لم تكن منضبطة، والأدوية كانت مؤثرة عليا لدرجة إن ممكن حد ياخد مني مبلغ مالي وأنسى خالص، وكنت باخد الأدوية دي بدون علم مني وناس وصفتها لي، ودخلتني في متاهة. الموضوع قلب معايا بهلوسة، ومرة مدير أعمالي راح جابني من على الدائري وأنا خابط العربية، وتاني يوم ما افتكرتش أي حاجة من اللي حصلت. السنة ونص اللي قعدت فيهم مع ندى الكامل أثروا جدا على شغلي، أكيد الغلط مني لأني عملت في نفسي كده، دي ما كانتش فتحة خير عليا خالص، تجربة ما كانتش حلوة عليا، السلبي فيها أكتر من الإيجابي، وأنا اللي خدت قرار الانفصال لأني كنت بقع ومش لاقي نفسي، وفعلا التجربة دي ضرتني. ربنا حبيبي، وفي كل موقف في حياتي كنت هقع هو شالني. أنا ممكن أكون في علاقة وعصيت ربنا، وربنا اداني قلم وكسرني علشان يسمع صوتي، فقت ورفضت العلاقة وهي حاولت ترجعني، وأول ما اتأكدت إني مش راجع شفت منها الوش التاني.